ايه الحل مع الأب اللي شاف نفسه دايما صح ومربي عياله على كده؟ آه مش بيعترف انه غلط ودايما بيهاجم اللي حواليه لمجرد ان رأيه مختلف عنه. عياله طلعوا مش اجتماعيين وبيخافوا يتكلموا معاه وقصة كده. هو ما بيضربش عشان الناس ما تقولش عليه بيضرب. المهم ان البنات وصلوا دلوقتي 25 سنة وعندهم وعي بالمجتمع، لكن الخوف مخلي البنات مش عارفة تاخد اي قرار في حياتها او تتكلم في اي حاجة ودايما مترددة تتكلم. بصوا يا جماعة، الإجابة دي حلها في حاجة واحدة بس، هي الشغل على الثقة بالنفس عند البنات. أنا مش هصلح الأب. بصوا، أنا عايزة أفهمكم حاجة مهمة قوي. إحنا مش بنصلح حد. تاني، محدش يجي لا في سيشن ولا في يعني على النت يقول لي أعمل إيه في بابا، أعمل إيه في ماما. احنا مش بنصلح الناس، ولا انا مطلوب مني ان انا اصلح اب او ام. اوكي؟ خط احمر، ها. انت مش بتصلح حد، لازم تبقوا فاهمين ده. امال انا عليا اعمل ايه؟ يا كوتش، هو اللي مش كويس مش انا. انا الكويس وهو اللي مش كويس. لا يا بابا، هو جاء في حياتك عشان عندك حتة فيها ديفو، عندك حتة واقعة، عندك زرار بايظ جوه. والله انا بحلف لكم بالله، الإنسان طالما في حياته حاجة مش مظبوطة، فأنا عندي جوه حاجة عاوزة تتصلح، في زرار جوه بايظ. آه عايزة أديها لكم بطريقة تانية. سيدنا يونس لما ساب قومه وراح ركب السفينة، أنا جايبة لكم هو قصة نبي من الأنبياء، بس هعمل لكم إسقاط على الواقع. سيدنا يونس قعد يدعو قومه فترة من الزمن، مفيش حد آمن بيه خالص، فزعل منهم. بس أخد الأكشن وسابهم ومشى من غير أمر إلهي. يعني ربنا ما قالوش سيبهم، لا، هو من زعله مشى لحد البحر، لقى سفينة طالعة، قام إيه؟ طالع معاهم وركب السفينة. عشان كده ربنا قال إيه؟ وظن أن لن نقدر عليه، ها، فنادى في الظلمات. إيه اللي حصل لسيدنا يونس دلوقتي؟ هو كنبي لازم كل حاجة ياخدها بأمر، ولكن كان ممكن اغير مثلا طريقة الدعوة باسلوب تاني، او اقعد اتحاور معاهم بدماغهم، او اسمع طيب ايه اللي مضايقهم فاقعد اتكلم معاهم بطريقة تانية، او اصبر عليهم شوية، او اي سبب بقى. المهم ان هو يفضل وراهم، لان هو دي شغلانته، ان هو يقوم بالدعوة الى الله. لكن هو لما مشى وركب في السفينة، بصوا حصل ايه. ربنا عشان يعلمه، قام حصل انه السفينة بدأت تتقل والموج بدأ يعلى والسفينة كده كده هتغرق، فبدأوا يقولوا ايه، نقلل الأحمال. فوقعوا كذا شنطة لحد ما لقوا ان هم لازم يوقعوا واحد منهم. وبأمر إلهي برضو ربنا جعل القرعة اللي كانوا بيعملوها كلها ترسي عليه هو، عشان ربنا عاوز يعلمه درس. وسبحان الله، هو لما رجع لأهله أو لبلدته لقاهم كلهم آمنوا. يعني لو صبر عليهم شوية، هو لما مشى هم يعني حسوا ان هم زعلوه، وان هو كان بيتكلم صح وكده فآمنوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله يعمل ايه؟ نزل في المية، واول ما نزل في المية ربنا امر الحوت انه يلتقمه، يعني يدخله في بطنه من غير ما يجرحه او سنانه تهضمه. وساعتها اخد باله من حاجة عجيبة. لقى هو كان طبعا في ثلاث ظلمات: ظلمة الليل، وظلمة النهر، وظلمة بطن الحوت. ولكن هو كان قاعد حزين بقى وخايف كده ومتاخد من الوضع اللي هو فيه. فربنا، بصوا اللي جاي ده عشان تعرفوا ان الدنيا دروس، وانت لازم تتعلمي وتقوي. مفيش حاجة اسمها بابا جامد وبابا قوي وبابا ما نقوى. نقوى عشان ما فيش حد يدوس علينا. فربنا، بصوا، سمعوا تسبيح الأسماك والحيوانات البحرية. ربنا سمعوا تسبيح المية.
اللي هو موجود جواها. لما سمع تسبيح الكائنات اللي حواليه بدأ هو يسبح، وأكن ربنا ألهمه التسبيح فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني هو عارف إن هو يعني قام بشيء كان ما كانش المفروض يعمله، وفضل يسبح بقى، فضل يقولها ياما، يعني هي مش مرة ولا مرتين، فضل يقولها كتير لحد ما ربنا أمر الحوت إنه إيه يلفظه بره جسده على الشط. هتقولوا لي ده نبي وربنا كان بيحركه وبيقول له وبيلهمه وبتاع. والله العظيم انتوا عايشين إلهامات انتوا ما حاسين بيها، صدقوني. انا هقول لكم دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيعمل مع الأنبياء بيعمل معانا، مع فارق المكانة. دول أنبياء، بس حضرتك معاكي نفس الرب على فكرة. يعني مش دول أنبياء كان معاهم ربنا وأنا معايا مندوب من ربنا، لا. يعني هو معاه ربنا وأنا معايا ربنا. خلي بالكم من النقطة دي، عشان ده لبس شيطاني يجي لك بقى يقول لك لا بس ده نبي. لا لا لا، بس ده ربنا كان مديله. ما هو نفس الرب معاكي بنفس معجزاته بنفس قوته. وصلت؟ خدي بقى الكلام مني ودخليه قلبك عشان قلبك ده يقوى. فمشكلتي مع بابا القاسي مش ان بابا قاسي، مشكلتي ان انا مش متقوية بالله، مشكلتي ان انا اللي راضية الضعف، مشكلتي ان انا اللي مستكينة للي بيعمله. يا جماعة البر لا يعني الضعف. مش عشان انا ببرك يا بابا ان انا ضعيفة، ومش عشان انا ببرك يبقى انا بقى اخد على دماغي. لا، ربنا ما قالش كده يا جماعة، انتوا فاهمين البر غلط. البر المعاملة الحسنة، معليش صوتي عليه، على الأب أو الأم، ما أقولش كلمة وحشة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بابا ليه كامل الاحترام والتقدير لكن ما تجيش عليا. بابا ليه كامل الاحترام والتقدير لكن مش هسيبك تاكل حقي، مش هسيبك تيجي عليا. انت مخوفنا، انا هقوى بقى من كوتش نهى بتتكلم عن الفيتامين الرباني على القناة بتاعتها، اروح اسمعه. ها، عاملة سيشن اسمها الخوف والثقة بالنفس وما لا تعرفه عن الخوف، وازاي اقوي الخوف جوايا. اروح اخده عشان انا هقوي حاجات كتيرة قوي جوايا، وهخليكي تكتشفي جوه السيشن ان مش بابا بس اللي عامل الوجع ده، في حاجات كتيرة تانية وانتي مش اخده بالك. تمام؟ فلازم تبقوا فاهمين ده، لازم تبقوا عارفين ان انتي اللي عندك مشكلة، انتي اللي ما صدقتي. بابا ضعفني وانا قلت الله يلا خلينا هنا. بس لانه يا جماعه احنا ساعات بيتفرض علينا حاجات ما بنرفضها، والله بجد. شوفي كده في حياتك. تدخلي هندسه، لا مش عايزه هندسه، اهو رفضتي اهو. تعالي معانا النزوله دي، الخروجه دي، لا مش جايه، مش عايزه انزل، اهو رفضتي اهو. اشمعنى بترفضي حاجات وحاجات تانية لا؟ فانت اللي بتستكيني للضعف وبتخافي، والخوف بيتملكك. الخوف بيجي منين؟ من زعيق بابا؟ لا، مش شيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فحضرتك لما بتخافي بتبقي من أولياء الشيطان، عشان انتي هو مخوفك وانتي بتقولي له أمين. لا، أفوق بقى كده ونبرة صوتي تختلف كده، واجي اقول مين بيتكلم عن الخوف؟ مين اللي بيتكلم عن القوة بالله؟ مين اللي بيتكلم عن اليقين بالله؟ ازاي اقوى كده واقف اتكلم؟ انا 25 سنة، يعني بسم الله ما شاء الله، بنوت على وش جواز، عشان اطلع بعد كده اطفال صالحين، عشان اعرف اتعامل مع زوجي ما يدينيش على دماغي هو كمان، عشان اعرف اختار زوج صح. يبقى اروح للي بيتكلم عن الخوف وبيصلحه. كوتش بعد اذنك انا عايزه اصلح الخوف لو سمحتي. انتي بتدفعي في الهدوم وفي الميك اب او في الاكسسوري او في اي حاجه خاصه بيكي بتدفعي فيها فلوس. لا، الخوف اولى انك تدفعي فيه فلوس عشان تقوي. ما فيهاش حاجه يا جماعه، قلت الف مره انه لو جينا سيشنز برايفت نشتغل فيها على حاجات مش هينفع اشتغلها في العام. انا دلوقتي بعمل لك ريكورد او بعمل لك فيديو عن الموضوع ككل، لكن لما اجي اشتغل عليك انتي بس، انا محتاجه سيشن برايفت، عشان في كلام هسمعه ساعتها بقى، عشان في حاجات هعرفها ساعتها، عشان في حتت هنغص فيها كده واضغط هلاقيها طلعت حاجات تانية ننضفها، وتلاقي نفسك طلعتي بعد كده بسم الله ما شاء الله عارفة تتعاملي. بر ابويا عينيا الاتنين، ابرك هكلمك باسلوب حلو، هعاملك بطريقة لطيفة. ليك حق الاحترام، ولكن حقي وقوتي من الله.
الفيتامين الرباني مقوي قلبي جوايا كده، قوة، ان ربنا سبحانه وتعالى جعلني انسانة ليا حدود، ولازم الناس كلها تحترم حدودي بما فيهم بابا. انا هخليه يحترم حدودي بالادب وبالاخلاق. انا هعرفه ان في خط احمر ما ينفعش يتجاوزه بالادب وبالاخلاق يا جماعة. والله العظيم انا بعلم الناس كده صدقوني، وبتيجي وبتقولي فعلا حصل. طب ايه اللي بيحصل لما انت بقى الترددات بتاعت جسمك بتختلف وتقوى كده وتعرف قيمتك وحدودك؟ الناس بتعمل لك حساب، والله العظيم. لان اي شخص عامل فيها قوي وفظيع وطاغي، هو في الاخر من جوه شخصية ضعيفة، بس هو مش مبين لك ده، هو مبين لك العكس. فيوم ما هتحترم انت حدودك، هو هيحترم حدودك.